من الأشياء اللي تساعد على يعني أو اللي يوصى بها من يحضر الدروس أو يسمع، بالذات في الدروس المسجلة، لا يعود الطالب نفسه في الدرس المسجل اللي يتابع في اليوتيوب ولا يتابع منصة تعليمية، لا يعود نفسه على إيقاف المقطع يعني كل بعد شوية. لأنه بعض الناس يحضر الدرس أبو ساعة يقعد 3 ساعات، هو مطمئن أنه أي شيء ما يفهم يوقف، وهذا فيه إشكاليتين. الإشكال الأول تضيع الوقت، الإشكال الثاني أنه يعود أنه ما يلقط المعلومة بسرعة وما يفهمها ويستوعب بسرعة ولا يكتب بسرعة، لأنه مطمئن إلى أنه إيش، كل ما أشكل على شيء بيوقف. لكن أنت اعتبر نفسك حاضر، هذا الدرس الذي تسمعه كان يوم من الأيام درس في المسجد ولا في الجامعة، والطلاب ما كانوا يوقفوا الشيخ ولا كانوا يخلوا الشيخ يعيد كل بعد شوية، صح؟ فاعتبر نفسك حاضر الدرس، وحاول أنك تستوعب بسرعة وتفهم بسرعة وتكتب بسرعة، فتنمو عندك هذه الملكات. لكن لو عودت نفسك توقف وتكتب توقف وتكتب، الاستيعاب يضعف وضبط المعلومة يضعف، وكذلك الكتابة تصبح كتابة بطيئة في الغالب.